السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي ساموني توفيق، من مواليد سنة 1971 1 شهر يناير. أول هجرة كانت إلي إلى المملكة العربية السعودية سنة 1991، قضيت فيها 5 سنوات، وبعدها هاجرت إلى إيطاليا سنة 1996 19 مارس. أول يوم دخلت على إيطاليا قابلت وحدة من جنوب أمريكا، ست اسمها كاناليز كاناني أنجيليكا. هذه الست بعد شهرين جت تعيش معي. بعد 6 سنوات يوم 18/1/2002 قتلت الست هذه. حاكموني على أساس إني مجنون ب5 سنوات سجن، وبعدها زودوني سنة سجن. السنة هذه قضيت منها 6 شهور وهربت على المغرب. كتبوا علي في الجرائد الإيطالية إن الإسلام هو سبب ارتكاب هذه الجريمة. أنا وقتها أنا فعلا مسلم، بس ما كنت أصلي، كنت أصوم بس ما أصلي، أشرب خمر، أدخن حشيش. في المغرب اتزوجت، صار عندي ولد عمره 8 سنوات. في 2013 طلعت إلى المملكة العربية السعودية مشان عمرة، قضيت العمرة. بعدها صمت 2 شهرين متتابعين. أنا أول ما كنت في هجرتي ما كنت أدري عن الكتاب شيء، بس ساعة ما عرفت في الكتاب إيش كتب علينا ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وألا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأنا قتلت هذه الإنسانة مظلومة. وكتب علينا في سورة المائدة: وكتبنا عليهم كيف ما كتب عليهم في الزبور والإنجيل والتوراة والقرآن، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وهلا إذا في أحد يساعدني من دول العرب، ملوك أو وزراء أو رؤساء، إني أرجع على إيطاليا حتى يطبقون علي اللي مكتوب عندهم في الإنجيل الذي أنزل الله على عبده عيسى بن مريم: النفس بالنفس. أنا مستعد لعقوبة الإعدام. هذا هو رقم تليفوني: 0012126761418. أقطن بمدينة وادزم. رقم البيت 96 المغرب. إذا في أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالرسل كلهم والكتب يقدر يساعدني، ما يبخل علي، وجزاه الله ألف خير.